في ناس كتيرة سألتني بعد الفيديو اللي عملته اللي هو خطوات علاج الصلع النسائي، ايه هو افضل مضاد دي اتش تي او مضاد اندروجين ممكن الستات تستخدمه عشان تعالج او تعكس الصلع الوراثي بتاعها. في الفيديو ده هكلمك على 5 منهم، جرعة كل واحد فيهم، المميزات والعيوب لكل واحد فيهم، القوة ومقارنتهم ببعض، وامتى المفروض الست تستخدمهم، وبعض التحذيرات من استخدام الفئه دي من الادويه. طبعا احنا بنستخدم مضادات الاندروجين للستات لان بيكون في دور للاندروجينز في تفعيل عمليه تصغير البصيله. طبعا مش شرط انه يكون في هايبر اندروجينيزم او زياده في مستويات الاندروجينز، ممكن يكون التحاليل بتاعتك طبيعيه جدا، التستوستيرون في المعدل الطبيعي، بس برضه ما زلت بتعاني من الصلع الوراثي لان للستات بيكون في عوامل وراثيه مرتبطه ان النسبه العاديه جدا من الاندروجينز بتكون فعاله لحدوث الصلع وتصغير البصيله. عشان كده الفئه دي من الادويه حتى ولو ما كانش عندك ارتفاع في مستويات الاندروجينز بتكون فعاله في وقف تساقط الشعر وزياده كثافه وعدد الشعر ووقف عمليه تصغير البصيله او علاج الصلع الوراثي. طبعا انا كنت قلت ان لتصميم خطه علاجيه مناسبه للست، فاول حاجه لازم الاول تتاكد ان هي ما عندهاش نقص في الحديد، يكون الدايت بتاعها كويس، وان هي تستخدم المينوكسيديل فتره وتقيم استجابتها ليه. الخطوه اللي بعد كده بتكون استخدام واحد من مضادات الاندروجينز. اول واحد بالنسبه لمضادات الاندروجينز وهو الفينسترايد. الفينسترايد خط الدفاع الاول لدى الرجاله، بيتم استخدامه برضو للستات. كنت عملت فيديو منفصل تماما لاستخدام الفينسترايد للستات، بس كملخص هو يعتبر بيمنع انزيم الفايف الفا ريدكتيز، بيقلل نسبه الدي اتش تي، وبالتالي الفينسترايد بيحد من تاثير الاندروجين للستات. في دراسات كانت تقيم استجابه الستات لاستخدام الفينسترايد. في دراسات كانت اتعملت لقيت ان مفيش اي نتيجه من استخدام الفينسترايد، اللي خلت في دكاتره كتير مقتنعه ان هو ملوش تاثير. في الحقيقه هو الدواء ليه تاثير، بس لازم تكوني حاطه في الاعتبار ان جرعه 1 مللي جرام بتكون فعاله للستات بري مونوبوزال، وجرعه 5 مللي جرام هي اللي بتكون، او 2.5 هي بتكون المفضله للستات البوست مونوبوزال. فالسن بيفرق في الجرعه الفعاله من الفينسترايد. عشان كده لما كانوا بيدوا ال1 مللي جرام للستات البوست مونوبوزال فهم كانوا بيلاقوا انه مفيش استجابه علاجيه من الفينسترايد، فلازم الستات تحط الموضوع ده في الاعتبار. والفينسترايد يعتبر اعراضه الجانبيه للستات قليله، بس كان في انفريكوينت سايد افكتس او اعراض جانبيه مش منتشره، زي مثلا كان بيحصل في بريست تندرنس، يكون في ارتفاع في الشهوه الجنسيه، او الفينسترايد بيسبب للسيدات انكريست ليبيدو. طبعا العرض الجانبي ده معروف وخاصة لدى استخدام الدواء في السنة الأولى من استخدامه، ويعتبر ريفرسبل، وتقليل الجرعة بيكون فعال في مواجهة الأعراض الجانبية دي. تاني دواء معانا وهو السيبروترون اسيتيت، الدواء اللي بيمنع حاجه اسمها الجونادوتروبين ريليزنج هرمون او الجي ان ار اتش، وبيقفل مستقبل الاندروجين، يعتبر اندروجين ريسبتور بلوكر. بيتم استخدامه لعلاج سرطان البروستاتا، الهيرتيزم يعني الشعرانيه، بيتم استخدامه لعلاج الاكني العنيفه، وهو منتشر بين الستات باسم دايين 35. وبرضه بيتم دمجه في بعض حبوب منع الحمل مع الايثانيل استرادايل. في دراسات كتير اتعملت على السيبروترون اسيتيت لعلاج السيدات اللي عندها صلع وراثي او المشاكل المتعلقه بارتفاع الاندروجينز، وكان في دراسه امتدت من 6 ل 9 شهور لقت ان دايين 35 كان فعال في تقليل فقدان الشعر، وبرضه في زياده كثافه الشعر، وبرضه كان قلل حاجه اسمها السيبوريه، يعني نظم انتاج السيبم. وكان برضه في دراسه تانية بتبص على استخدام 50 مايكرو جرام من الايثينيل استرادايل مدموج بال 2 مللي جرام من السيبروترين اسيديت، وكانوا بيستخدموا في الدراسه دي 20 مللي جرام في اليوم الخامس وال20 من المينسترال سايكل. لقوا ان في الدراسه دي معدل تساقط الشعر او الهير شيدنج قل بصوره كبيره جدا، ولاحظوا زياده في كثافه الشعر. ويعتبر افضل دراسه اتعملت على السيبروترين اسيتيت اللي كانت امتدت على مدار 12 شهر، وكانت بتقارنه ما بين المينوكسيديل 2%. ولقت في الدراسه دي ان الاشخاص او السيدات اللي بيكون عندهم ارتفاع في الاندروجينز بيستجيبوا افضل للسيبروترون اسيتيت، والاشخاص اللي ما بيكونش عندهم ارتفاع في مستويات الاندروجين فهم بيستجيبوا افضل للمينوكسيديل 2%. بس طبعا لو انت دمجت الاثنين فالنتيجه اعتقد ان هي هتكون افضل بكتير، ودي هي المستقبل لعلاج الصلع الوراثي سواء للرجاله او الستات، وهو المالتي دراج موديل. في برضه دراسه كانت بتقارن ما بين السيبروترون اسيتيت والفلوتامايد والفينسترايد والسيبروترون اسيتيت للسيدات اللي عندهم ارتفاع في مستويات الاندروجين، وما كانش فيه استجابه ولا من السيبروترون اسيتيت ولا من الفينسترايد. كان الوحيد اللي عمل نتيجه كويسه هو الفلوتامايد اللي هتكلم عليه في الفيديو بعد شويه. طبعا جرعه السيبروترون اسيتيت بتكون غالبا 100 مللي جرام في اليوم الخامس لل 15 من المينسترال سايكل، وبيتم استخدام 50 مايكرو جرام ايثينايل استرادايل في اليومين 5 ل 25. غالبا بيتم استخدام الايثينايل استرادايل مع السيبروترون اسيتيت عشان نتجنب الاعراض الجانبيه من نقص الاستروجين اللي السيبروترون اسيتيت بيعملها. الاعراض الجانبيه بتتضمن من دواء سيبروترون اسيتيت مشاكل في البيريود،
لانه يعتبر اصلا حبات منع حمل. زياده في الوزن، ويت جين، لوس اوف ليبيدو، انعدام الشهوه الجنسيه، عكس مثلا الفينوستريد اللي للستات بيزود الشهوه الجنسيه. بيؤدي الى حدوث اكتئاب، ديبريشن. الديبريشن بتاع السيبروتونين اسيتيت نسبته عاليه شويه. برضه بيعمل بريست تندرنس زي الفينوسترويد، وبيعمل مشاكل في المعده. الدواء اللي بعديه وهو سبايرونولاكتون. سبايرونولاكتون كنت عملت برضه عليه فيديو منفصل. هو بيتم استخدامه لعلاج تساقط الشعر لدى السيدات، وبرضه للشعرانيه اللي هي زياده الشعر في اماكن غير مرغوب فيها، وبيشتغل كمضاد لمستقبل الاندروجين، وبرضه بيمنع الاوفرين اندروجين برودكشن، لان زي ما احنا عارفين الستات بينتجوا الاندروجينز بتاعتهم من الاوفريز. وسبايرونولاكتون يعتبر اشهر دواء لعلاج الصلع الوراثي لدى السيدات، والجرعه المعروفه بتكون حوالي من 100 ل 200 مللي جرام. ومن حيث المقارنه ما بين سبايرونولاكتون والسيبروترون اسيتيت فيعتبروا ايكوال. بيكون بقى انهي واحد فيهم الافضل على حسب البيشنت بريفرنس، وعلى حسب الحاله بتاعتك، وعلى حسب السايد افكتس المتوقعه، وعلى حسب الحاله المرضيه. في ناس مثلا بيرتاحوا اكتر على سبايرون، وفي ناس مثلا بيرتاحوا اكتر على سيبروترون اسيتيت. ده بيكون على حسب الطبيب بتاعك شايف انهي الافضل ليكي. انما من حيث الافكتيفنس والفعاليه والنتائج فالاثنين قريبين جدا من بعض. الاعراض الجانبيه من سبايرونولاكتون مش متوقعه شويه، لان هو برضو يعتبر دواء مضر للبول، وبرضو بيعتبر حاجه اسمها الداسترون انتاجونست. فممكن شويه اعراض جانبيه تتوقعها، زي ان يعمل لك بوستيرال هايبوتنشن اللي هو انخفاض الضغط اثناء الانتقال من الوضع النايم للوضع الواقف. ممكن مثلا يعمل اضطرابات في الالكترولايتس. ممكن مثلا يعمل مشاكل في البيريود. ممكن مثلا يؤدي الى حدوث الفتيج، تعب، صداع. بريست تندرنس برضو زيه زي اي دواء من الادويه دي. ممكن مثلا ياثر في تحليل الدم بتاعتك. معظم الستات اللي بتستخدم سبايرونولاكتون فهم الاول الطبيب بيفحص الضغط بتاعهم وبيشوف الالكترولايتس اللي هي متظبطه ولا لا. ولو هي بتستخدم مثلا دواء بيزود مستويات البوتاسيوم، فغالبا بينصحها ان هي ما تستخدمش سبايرونولاكتون، او لو الدايت بتاعها غني بالبوتاسيوم، لان هو ممكن يؤدي لحدوث حاجه اسمها الهايبركاليميا. بس لو انت ست ماشيه مع طبيب هو عارف هو بيعمل ايه وعملت التحاليل المطلوبه، فسبايرونولاكتون ممكن يكون دواء فعال جدا لعلاج الصلع النسائي. رابع دواء معانا وهو الفلوتامايد، اللي يعتبر اقوى دواء لعلاج الصلع النسائي على الاطلاق. نتائجه رهيبه وجباره، بس عيبه الاساسي الاعراض الجانبيه. الفلوتامايد يعتبر انتي اندروجين، بيشتغل ان هو بيعمل بلوك لمستقبل الاندروجين، وبيستخدم لعلاج سرطان البروستاتا المتقدم او الادفانسد بروستات كانسر، وبرضه بيتم استخدامه في علاج الشعرانيه. ومن حيث الدراسات اللي اتعملت عليه لعلاج تساقط الشعر ده السيدات فهي قليله شويه، بس غالبا الدراسات بتقترح ان جرعه 250 مللي جرام كل يوم بتؤدي الى علاج الصلع الوراثي للسيدات اقوى من اي علاج موجود في السوق، وهو بيكتسح العلاجات التانية بفرق شاسع. وبرضه بيقلل الاكن بصوره كبيره جدا، وبيقلل السيبوريا اللي هو زياده انتاج السيبم او الزهم، وبرضه بيوقف عمليه تساقط الشعر تماما. يعني فلوتامايد يعتبر دواء مكتسح في الموضوع ده من حيث النتائج، بس بسبب الاعراض الجانبيه اللي ممكن تكون في بعض الحالات سيفير، فهو معظم الدكاتره ما بتحبش تمشي بيه. بعض الاعراض الجانبيه من الفلوتامايد بتتضمن الهيباتيك ديسفانكشن، مشاكل في الكبد بتاعك، بريستندرنس زيه زي الادويه الثانيه. ولو انت هتسالني معدل سميه الكبد اللي بيحصل، فهو متوقع ان 3 اشخاص من بين كل 10,000 هيصابوا باعراض جانبيه خطيره في الكبد. طبعا هي النسبه قليله، بس دي برضو حاجه تحذرك جدا من الدواء. فلو جينا نقيس الفايده مقابل الاعراض الجانبيه، فان انت مثلا عشان تعالج الصلع فمعظم الدكاتره مش هتقول لك انا هخاطر بالكبد، لان ده يعتبر اهم. بس من حيث الريت بتاعها فهو نسبته قليله. برضو بينصح انك تراقب تحاليل الليفر انزيم بتاعتك لما لو الست هتستخدم فلوتامايد، خاصه في الشهور الاوليه من استخدام العلاج. ولو حصل ان مستويات الترانزامينيز تضاعفت فبنوقف الدواء تماما. واخر حاجه معانا وهو الدوتاسترويد، اللي مفيش دراسات كتير قوي ليه، يعتبر شبه معدومه للسيدات. بس الدوتاسترويد خد الشعبيه ان هو يعتبر اقوى من الفينوسترويد بحوالي 30%، ده تبعا لدراسات الرجاله. فمن المنطقي ان الدوتاسترويد هيكون افضل لعلاج الصلع النسائي. بس ممكن الدوتاسترويد ما يكونش خيار قوي جدا، او محتاج دراسات فعلا نشوف هل هو اقوى ولا لا، لان الدوتاسترويد بيزود نسبه التستوستيرون بنسبه اعلى من الفينوسترويد. فانا ما اعرفش بصراحه هل الموضوع ده هيقلب بشعرانيه اكتر ولا هيعمل ايه بالظبط. فيفضل الاول ان ما تستخدميش الدوتاسترويد الا لو انت استخدمت العلاجات التانية وعايزه تجربيه، او لو ظهرت دراسات تانية في القريب العاجل بتقول ان هو اقوى، فانا ممكن اعمل فيديو تاني عن الموضوع ده.
في برضو الدوتاسيرايد ميزوثيرابي اللي هي عباره عن حقن منتشره جدا بين السيدات، وفي نتائج من الدوتاسيرايد ميزوثيرابي كويسه جدا، وخاصه لما بيتم دمجها مع العلاجات الاساسيه. فالدوتاسيرايد يعتبر خيار كويس، بس هو مش افضل حاجه لو هتبتدي يعني حاجه زي سبايرونولاكتون او سيبروترون اسيتيت او حتى الفيناسترايد تعتبر افضل من استخدام حاجه زي الفلوتامايد او الدوتاسيرايد عشان ما فيش دراسات عليه، والفلوتامايد عشان الاعراض الجانبيه. طبعا عيب بقى الفئه دي من الادويه ان هو ما ينفعش ان انت تستخدميها تماما اثناء الحمل. لو انت مثلا في سن خلاص هتخلفي قريب، ما ينفعش انت تستخدميهم، لان كلهم ممكن يسببوا تشوهات في الاجنه. وحاجه مثلا زي الدوتاسيرايد تقلقي منها جدا لو انت بتخططي للحمل، لان الدوتاسيرايد العمر النصفي بتاعه اكتر من شهر، يعني عما يخرج من الجسم فيها حوالي 6 شهور لسنه. فما ينفعش ان انت تخاطري نهائي، لان على عكس مثلا الرجاله ممكن تستخدم فيناسترايد او دوتاسيرايد وتخلف عادي، الستات ما ينفعش تماما، لان هو ممكن يعمل تشوهات في الاجنه. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات، ولو حابب تشترك متابعه الكترونيه فهتلاقي اللينك في الديسكربشن. وبس كده، واشوفكم في الفيديوهات الجايه.